اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمعوني كده قبل ما نبدأ كده صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أي أهم حاجة نبدأ بيها اليوم، وقبل ما تشوفوا وتكملوا الفيديو لازم تصلوا على النبي وتذكروا الله. زي ما انا وريتكم، انا تعبت يومين 2 بس، و طبعا ما كنتش قادرة اتحرك، رحت فيها لدكتورين. بس الحمد لله رب العالمين، يعني كل اللي بيجيبه ربنا طبعا خير وكويس. في الشتاء دي بتحس ان الواحد لو ما دفاش نفسه كده، يعني ايه، لا انا مش على الدفا اللي هو ان انت بتتعب منه والبرد وكده، لا، ان انت لازم تدفي نفسك، تنظف، تتحرك حركة كده، يعني تلف كده لفة كده في الشقة عشان ما نسيبهاش وبعدين هنرجع نندم، احنا اللي هنشيل فوق راسنا. فبعدين انا تعبت يومين، ببص لقيت الولاد ما شاء الله جابوا على الشقة وطيها، وانا الدكتور كان قايل لي ما تتحركيش نهائي، لان دور البرد ده عايز دفى وراحة، وناخد العلاج كويس وكده. المهم علينا علشان ما اقعدش ارغي كتير وتزهقوا مني. هروق الدنيا كده هوريكم يعني عملت ايه. حبيت ان انا طبعا بقالي فترة ما عملتش معاكم روتين، يمكن عملته من اول ما فتحت القناة 2 أو 3 مرات، فهروق معاكم الدنيا كده واوريكم انا عملت ايه. طبعا عايزه اقول لكم حاجه، ان اليوتيوبر عامه مش الحد المثالي، يعني هم المفروض ان هم يكونوا الحد المثالي علشان يشجعوكم ويحمسوكم ويحفزوكم، يعني ان انتوا تعملوا كده. بس هم زيهم زي اي حد في الدنيا، زيهم زي اي واحدة في البيت، اي ست بيت. مش عايزاكم تقولوا لا دي انت نشيطة اوي، دي مش عارفة ايه، لا، هو انتوا ما تعرفوش ان هم بيجوا على نفسهم علشان يصوروا لكم. ممكن ان هم يعني فعلا الواحد بيتعب. انا لما جربت بتعب جدا علشان اصور واوصل لكم الحاجة دي. فانا عايزه بس اكلمكم في الحته دي، ان احنا برضو شقتنا بتتوسخ، وبيجي وقت علينا مش قادرين نقوم ومكسلين نقوم وكده، بس بنتحدى الكسل علشان نعرف نقوم ونصور لكم ونشجعكم ونوصل لكم الحاجات دي. فياريت انتوا ما تبخلوش علينا ان انتوا تدعمونا، او ان انتوا تشاركوا او تعملوا لايك او تعملوا اشتراك. بلاش المشاركة او ان انتوا تسمعوا في صمت. يعني انتوا لو دعمتوا حد او ساندتوه او كبرتوه فمش هتخسروا حاجة، بالعكس. يعني انا مش عارفة انتوا هتخسروا ايه. بتتفرجوا واحيانا بتكسلوا، يعني وبتكسلوا اصلا ان انتوا تعملوا لايك، او ممكن تشوفوا اول الفيديو، تمشوا نص الفيديو تشوفوا اخر الفيديو. فانتوا مش هتخسروا حاجة، بالعكس خالص. يعني انا عايزة اقول لكم ان ده حاجة ممكن انتوا بتتفرجوا، طب ايه هتخسروا ايه ان انتوا تعملوا لايك مثلا او تعملوا مشاركة. ما علينا. كنت عايزة طبعا، احنا رمضان قرب ان شاء الله على خير، يا رب يجي وينعاد علينا بالخير واليمن والبركات يا رب، وما نفقدش حد ابدا من حبايبنا ومن الناس اللي متعودين ان رمضان ما ينفعش من غيرهم، فربنا يطول في عمرهم يا رب ويبارك لنا فيهم. عايزة اعمل تغيير، بما انكم شفتوا شقتي وكده، فياريت تشاركوني. عايزة اعمل تغيير فيها، مش عارفة يجي يعني التغيير يبقى في ايه. هو انا نقلت النيش وكل شوية بنقول، يعني انتوا بصوا شايفين النيش في الحتة دي، في الاول كان في مكان تاني،
بحب انا التغيير جدا، ودي حاجة بصوا اللي هي آه يمكن بتبهدل الدنيا، ان انت كل شويه بتنقلي من هنا لهنا، والخشب مش عارفه يحصل له ايه، والخشب. فانا ما بحبش الاستقرار غير في الحياه الشخصيه، لكن الفرش والحاجات دي بحب التغيير جدا فيها. عايزه اقول لكم ان القماش بتاع الكنب اللي انتوا شايفينه ده، يعني بسم الله ما شاء الله القماش رهيب. لما بتكون الكنبة متوسخة او حاجة بعملها بالمكنسة بتبقى خطيرة، بتبقى كأنك فعلا جديدة. وبمسحها كده بفوطة دافية، وبحط فيها اي سائل تنظيف ما يكونش بيغير اللون، يعني الكلور ده يا ريت تبعدوه، يعني فعلا الكلور بيدمر الدنيا كلها. يعني انا وقت كورونا كنت بجيب كلور كتير، عشان كانوا بيقولوا ان هو اللي بيقتل كوفيد 19 وكده. والله بوظ لي نص الهدوم بتاعتي وبتاع الولاد. فيا ريت تبعدوا الكلور خالص نهائي، ما يدخلش البيت. هو في المسيح في بديل 5000 مرة، يعني في 5000 منتج بديل الكلور، لكن الكلور بحد ذاته لأ. طبعا عايزة اقول لكم ان حتى هو لو عندك هدوم بيضة الكلور ده بيطلعها صفرة، مش بيطلعها البيض الناصع. يعني استخدموا كلوروكس الالوان، هو ده بصراحة حاجة جحدة تحفة. فعايزة كده اشارككم في كل حاجة انا بعملها، وعايزة تقترحوا عليا حاجات يعني وتقولوا لي الحلو وتنتقدوني. يعني هو لازم عشان انجح، فلازم اسمع منكم النقد علشان ابتدي اعدله لنفسي واعمله. طبعا انتوا شايفين اهو انا كنت خلاص الحمد لله خلصت، وبعمل اللي هو السجادة دي. السجادة اللي انا حاطة فوقيها الكفر. طبعا الكفر ده بيحمي بشكل رهيب. الكفر فوق بيبقى ما شاء الله، يعني لو متمرمط السجاد نفسه بيبقى تحفة. يعني انا على رمضان ان شاء الله في غسيل السجاد مش هغلب ان انا اغسل السجاد، لا هغسل الكفرات، لان السجاد ما شاء الله حلو جدا. الكفرات دي يا ريت تشتروها طبعا، احسن من ان انتوا تبهدلوا في السجاد بتاعكم كل شويه. كان فاضل لي اخر حته دي اللي هي اكنسه قدام المطبخ دي. لميت طبعا التراب والزباله وكده، وفي هدوم. انا عايزه اقول لكم الهدوم والله بتولد، والله العظيم انا 24 ساعه ما شاء الله اغسل واطبق واحط في الغساله وانشر. لما ما قدرت، مش قادره دلوقتي ان انا انشر على البلكونه، فبنشر، عملت مكان كده على السطح بنشر عليه، بما ان المنشر اتقطع. مع انه والله بغسل الاول باول، بس بنغير كتير جدا. يعني عندي طفل صغير طبعا، والطفل الصغير ده بيحبي وبيمشي وبيوسخ وبيوقع. ف اللي هو ايه ما شاء الله، يعني بغسل كتير جدا. طبعا هنا كنت خلصت، عايزاكم تقوموا كده تتدفوا، ولو ربنا مديكوا الصحة الحمد لله مش تعبانين ولا فيكوا حاجة، قوموا اكنسوا روقوا، اعملوا اي حاجة، اعملوا صينية كيكة، اعملوا اي حاجة. يعني علشان ايه جسمكم كده ما تحسوش ان انتوا لا ده كسل والدم يقف، لا سخنوا نفسكم كده وقوموا. اعملوا لكم اي روتين، اعملوا لكم اي حاجة بتحبوها، مش لازم روتين. هنا كان فاضل طبعا المطبخ، دي مواعين كنت غسلاها من امبارح، يعني كنت غسلاها من قبلها بيوم. لميت كل حاجة وشلتها مكانها، وكنت جايبة برضو شوية توابل. ده الملح، كيس الملح ده دلوقتي يعني شوفوا كنا بنشتري بكام. دي حاجات فيها الولاد كانوا واكلين منها حاجات، شلتها حطيتها، واللي مش كويس رميته. يعني هو اللي المفتوحة لو فصة واتنين رميته، كل حاجة بقى ايه رجعتها مكانها. وهغسل المفرش اللي انتوا هتشوفوه ده.
هغسله علشان كان ايه بقى، خد مرمطة كتير. شايفين حلو ازاي؟ كنت انا طبعا اللي عاملاه قبل ما اتجوز. عايزه اقول لكم يعني بصوا الواحد بيحس براحه نفسيه فظيعه لما بننظف وبنعمل. طبعا كنت برضو حطيت المفرش قدامكم بتاع الارض بتاع المطبخ، كنت حطيته في الغساله. وهغسل البوتاجاز، معلش نسيت وشمرت، نسيت ان انا قدام الكاميرا فروحت شمرت كده ولحقت غلطي الحمد لله. هنا هغسل اهو. اخر حاجه كانت الحمد لله البوتاجاز، هغسلها بالفرشه كده، لان انا ايدي فيه على طول فمش بيتعبني، بغسله بيبقى يعني على طول كده الحمد لله بيطلع. هتكون اخر حاجه عندي ان انا اغسل البوتاجاز واحط التوابل وامسح واستنى بقى المفرش لما ينشف واعمله. ما تنسوش بقى لو حد عجبه الفيديو يشجعني ان انا اعمل فيديو و2 و3 يشجعني اكتر، علشان اعمل لكم فيديوهات ان شاء الله ممتعة تانية. بلاش تكسروا مقاديف الواحد، يعني مش عارفة ليه، يعني ليه ما نحبش بعض كده، نكون مش عارفة. هنا كنت جبت شوية توابل ففضيتها في البتاعة دي. انا بعشقهم اللي بتوع التوابل دول، بحبهم جدا جدا جدا. وكنت فرمت شوية فلفل اسود علشان ما كانش عندي، الواد كان كسر اهي العلبة، لو شفتها تلاقيها مكسورة، كان كسرها فكله وقع. ففرمت في شوية فلفل اسود كده وخلاص، يعني اللي ناقص يعني علشان ما استناش التوابل كلها تخلص. وبعدين اروح بجيب كل مدى، بالذات دلوقتي توابل غليت، فاي حاجة عندي بتنقص بروح اجيبها على طول. يعني فلفل اسود، كاري، بابريكا، مش عارفه اي حاجه، اي نوع كده، اروح اكتبه على النوت بوك بتاع التليفون واروح اروح اجيبه لما بخرج او كده. هنا كنت طبعا هنقع الفوط بتاع المطبخ، حطيت شويه اريال وكلوروكس وهنقع الفوط بقى، هنقعها وعشان اغسل مواعين لان ما كانتش نظيفه خالص، فهنقعها. وهنا هو المفرش بتاع الغساله هطلعه وهروح انشره. طبعا كنت محتاره هعمل البرتقان في ايه. انا بحب عصير البرتقان جدا، انا والولاد بحط عليه عسل كده واشربه بيبقى تحفه. فكنت محتاره، افتكرت ان انا كان عندي اللي هو الخلاط بتاع جوازي، كنت شايلاه علشان كنت اشتريت خلاط تاني اسهل، لان ده كان قطع غياره كتيره كده وتركيباته كتيره. فروحت افتكرت ده بقى، رحت نظفته نظافه كده حلوه، لاني كنت ركناه يمكن من 5 سنين او اكتر كمان. فنضفته بقى نظافة حلوة في الوقت ده، ورحت عملت كيكة البرتقال اللي هي نزلت لكم من الاسبوع اللي فات. كنت عملت بقى العصير اهو، هوريكم وانا بعمله. الولاد شربوا اللي شربوه، والباقي بقى رحت عملته للكيكة. كانت تحفة وهتشوفوها في نهاية الفيديو. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديو بتاعه في الشورتس، تحفة. وهنا كان المفرش نشف وهفرشه. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك واشتراك وتعملوا شير للفيديو. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير. يلا باي باي بقى.